خوتي مغاربة، السلام عليكم. اليوم الاثنين 24 غشت 2026 بقات شهر الانتخابات البرلمانية. الأحزاب السياسية تتطاحن من أجل الظفر بالكراسي في البرلمان. وشكون اللي غادي يدي الأغلبية ديال الكراسي باش يترأس الحكومة المقبلة؟ ولا غادي يكونوا تحالفات؟ الله أعلم. لكن 5 سنين هما ناعسين، وشفناهم هاد الايام اجتماعات وكل شيء ولا فيه واحد الحماس ديال الوطنيه، كيعطينا دروس في الوطنيه. كل شيء باغي الخير للبلاد، كل شيء باغي الخير المواطن المغربي، كلهم كيتكلموا على التنميه. بيناتهم شي كيضرب شي وشي كيحفر لشي. من دابا ولينا كنشوفوا الزرود والمواطن هو الضحيه. وللاسف كنشوفوا بعض النماذج ديال المواطنين، داكشي اللي طرا في 2021 2016 والزرود وهذا كيعاودوا يكرروه من دابا. غير جبد شي شويه د الماكله وشويه ديال هذا ويبان لك كلشي تكب، كلشي جاي يجري. واش ما غديروش واحد القطيعه مع الماضي؟ واش الشعب المغربي ما كيتيقش في الطبقه السياسيه؟ ولكن ملي هاد الطبقه السياسيه كتجبد الورقه الزرقاء، ملي هاد الطبقه السياسيه كدير شي وليمه من الولائم، كتلقى المواطن المغربي كيتسابق وهذا وكيجي على قبل الماكله، ولا جاي وكيصفق وهذا ودا من خارط. غنسميها ماشي في الحمله ولكن في النفاق السياسي. انا ما غاديش نعمم، كاينين سياسيين اللي 5 سنين كانوا حاضرين قرب المواطن كيدافعوا على مصلحه المواطن وهذا البلد، ولكن الاغلبيه الساحقه ما شفناهاش. نعطيكم امثله بسيطه قبل ما ندوز الكارثه اللي دار سمحوا لي اسحاق الشاريه، زعيم حزب سياسي. حميد وهبي عندنا في اكادير المنسق الجهوي لحزب الاصاله والمعاصره، 5 سنين ما عمره حضر للبرلمان، حضر يمكن 2 مرات. ما عمره دار شي سؤال شفوي، وتقاضى الاموال وامتيازات البرلمان. حمدي ولد الرشيد، اقاليمنا الجنوبيه، من مليارديرات. حنا كنتكلموا على اخنوش وكنتكلموا على عثمان بن جلون وعلى الصفريوي، نسينا المليارديرات في اقاليمنا الجنوبيه وكيفاش داروا هذا الملاير من المال العام في البرلمان. باقل البرلمانيين ديال اقاليمنا الجنوبيه اللي شفنا الحصيله ديالهم جد بائسه، ولكن كل شيء خدا فلوس البرلمان من المال العام، كل شيء الامتيازات، وعلى ارض الواقع ما شفناهمش. شفنا المظلات، يعني ناس اللي ما دازوا في هياكل الاحزاب ولا حتى حاجه، ولكن لانهم مقربين من اخنوش ولا من شي زعيم سياسي كيجيبوهم باراشوت اجي لهنا. وهذوك اللي كانوا في الهياكل ديال الحزب ما كندويش معاهم. والمثال من زينه إدحلي. زينه إدحلي بدون تجربه سياسيه، ما عمرها دارت السياسه. في الاحرار جات باراشوت لان خوها مشارك مع اخنوش، حطوها تما. الفتاه المدلله لاخنوش. ولما تترأس شي جلسه في البرلمان الا ونضت الكارثه، الا ونض الصداع، الا وسوء تدبير ديك الجلسه. تقريبا كلهم. تصور ما عمرك كنتي في السياسه، ما عمرك ما درتي السياسه، ما عندكش تجربه ولا حتى حاجه، وبالنهار وليله كتلقاك كترأس جلسه في البرلمان. بحيث البرلمان ديالنا باش تشوف فيه السياسي، كنتكلم على السياسي ديال بصح، بحال واش تلقاهم؟ غتلقى رجال اعمال، تلقى صحاب الباراشوت، صحاب الفلوس، هما اللي غادي تلقى تما. نايضه ونايضه ديال بصح بين الاحزاب السياسيه هذه الايام، وشي كيدي لشي، والميركاتو الانتخابي خدام كيدور. الميركاتو واش واحد عنده ايديولوجيا ديال الاتحاد الاشتراكي كتلقاه داز البام التراكتور، من الاتحاد الاشتراكي داز الاحرار، من الاحرار داز التراكتور، من التراكتور داز الاستقلال. ما كتفهمش. يا اما غادي نكون من اليسار ومن شبابي الى الشيخوخه، يا اما غادي نكون من معتدل، يا اما غنكون مع هذا الصف ولا هذا. لا، حنا عندنا عادي شي كيدور هذا وغادي كيتساراو. اسحاق شاريه
في اطار اش غنقول لكم، تحمس وكان في تطوان وخصو ما يقول، ما عنده حتى شي خطاب سياسي. السيد مشى قدام الناس، قدام المريدين ديالو، وبدا كيهاجم واحد المغنيه كريمه غيث اللي كنحترموها. اش غادي يقول لها؟ غادي يطلع فوق المنصه لان بعدا هي احيت واحد الحفله تما في تطوان وتكلمات اللهم الزهو ولا زواج القهره، وهذا الشيء مخوض من التراث المغربي قديم، هادشي راه ديال جدود جدودنا. كريمه غيث غنات وهذا زوين، الناس الاف الناس صفقوا عجبهم الحال عادي جدا. غادي يجي الزعيم اسحاق شاريه، الزعيم اسحاق شاريه، وغادي يشد فيها واحد قليله الادب كيقولوا لها كريمه غيث قليله الحياء، وبان علاش قالت زواج القهره وهذا، وبان النساء في تطوان العفيفات الكريمات، وسماها بشنيوله وما خلى ما سب فيها واش قال. جات عنا هاد الايام واحد قليله الادب كيقولوا لا واحد كريمه غيث، كتعرفوها واحد شنيوله، كتعرفوها واحد المنتوفه، جات لتطوان كتقول للنساء التطوان الكريمات العفيفات اللهم الزهو، يعني اللهم قله الادب وقله العرض ولا زواج القهره، كتقول اللهم الزهو ولا زواج القهره، هاد قليله الادب. وانا اقول لها اما غد احترم الناس تطوان وان الناس محافظين وانهم اصحاب اخلاق واصحاب قيم، اما هاد الغنى ما باقيش يتغنى لنا في هاد المدينه. سي اسحاق شاريه، هاد الخطابات الشعبويه السياسويه لا مكان لها في 2026. هادشي كان يمكن يكون شحال هادي وتكذبوا على الناس، وهذا اليوم لا، اليوم لا. هادشي اللي درتي خص تقدم اعتذار رسمي لهاد الفنانه، هذه الاولى. ثانيا لاثار الاستغراب ديالي هما الناس جالسين وفرحانين وكيصفقوا عليه بحال الا هاد الناس مبنجينهم ولا شي حاجه. انا نقول لكم، انا غادي نسول سي اسحاق شاريه. السيده تكلمات قالت اللهم الزهو ولا زواج القهره. الزهو في اللغه العربيه هو الكبر، هو الافتخار، هو شي حاجه زوينه. الى جينا الزهو في الامثال الشعبيه المغربيه هما اجواء الفرح والاحتفال. راه ما كاينش ايحاءات جنسيه. السي اسحاق شاريه عرفتوا علاش؟ لان السي اسحاق شاريه ومن معاه يمكن اللي كانوا جالسين في قاعه وصفقوا على هذه القضيه عندهم الجنس والدماغ خامش شي شويه، حشومه وعيب وعار. غادي نقول السي اسحاق شاريه باش تمشي بديك الايحاءات الجنسيه والسيده تكلمات على اسيدي اللهم الزهو، يعني الفرح والمرح والكبر والافتخار وهذا، ولا نمشي نتقهر انا مراه مع شي واحد دون المستوى. شنو اللي فيها؟ شنو اللي فيها زعما اللي غادي يخدش الحياء ولا هذا؟ لان راسكم فيه الجنس وفيهم شي حوايج خايبين. مزيان. غادي نقول سي اسحاق شاريه غادي ترجع اللور وغادي تسد عليك في واحد البيت وغادي تمشي الاغاني الشعبيه ديالنا وغادي تصنات وغادي تلقى 1000 مره اكثر من هذا الشيء، كيفاش المراه والجلسات وكيتكلموا على الخمر وهذا في الاغاني الشعبيه ديالنا منذ جدودنا، وما عمر كان عندنا مشكل وعادي، وكيتغنى في العراسات وكيتغنى عادي جدا. هذه الاولى. نمشيو للطرب الاندلسي وجلس وتمعن، انت اللي كتقول تطوان وهذا، جلس وتمعن وسمع كيفاش المراه والغزل بالمراه وبجسد المراه وكيفاش الخمر وكيف ايوا. شنو المشكل؟ شنو؟ واش جدودنا مرضوا ولا طارت لهم شي حاجه ولا داروا انتفاضه ضد هذه الاغاني وهذا؟ اغنيه الشعبيه وهذا الشيء كاين في العالم كله عادي جدا. ولكن باش نقحم ونبان انايا راني ولي من اولياء الله الصالحين في الانتخابات لانها قربات، حشومه. وحتى اللي معك حشومه، لان كان خاص على الاقل واحد في ديك ال50 اللي كانت جالسه ينوض يقول لك السيد راه هذا الشيء اللي كدير راه ماشي هو هذاك، راه هذا الشيء اللي كتقول
راه هذا وهكا يفسر لك شي شويه. للاسف لقينا ناس غير كيصفقوا، ناس بحال مساكنها مسيوقين جاو لتما باش يصفقوا، ما عندهمش راي، ما عندهمش حريه باش يتكلموا ولا حتى حاجه. وهذا هو المصيبه عندنا في بلادنا، هذه المصيبه. شنا ذاك النهار في الحوز اخنوش مشى، اخنوش هو رئيس الحكومه، وعرفنا بان ارتكب جريمه هو والحكومه ديالو في حق ضحايا زلزال الحوز، ماشي غير في التعويضات، وحتى في اعاده بناء الحوز وضواحي تارودات. ارتكب جريمه راه تكلمت عليها في عشرات من الفيديوهات، وانا كنقول غير في قضيه الحوز خصهم يمشيو قدام المحكمه، خاص شي جهه شي منظمه تحط بهم شكايه، خرجوا على دوك المناطق كاملين ال50 عام اللي جايه، خرجوا عليها. وعاد نجي اليوم ملي كان غادي لتما وكنشوف مواطنين والتنسيقيه ديال ضحايا الزلزال، وكنشوف الناس كتشطح وكذا والولائم، واتفاجأ بان التنسيقيه اللي كيناضلوا من هذا الزلزال وداك الشيء جالسين قدام واحد الطبله، اش غادي نقول لكم، عرس ياكل فيها، حاطين هذيك الطبله ل3 ديال الناس، غير بعدا باش ياكلوا داك الشيء غنسميوه نضال، لان ما تكون انسان عادي وتضرب المسمن والبغرير والحرشه والخليع والبيض والزبده والكونفيتور والعسل او امل واركان، بزاف على نحاولوا نرشيوهم، بزاف على نسوقوا واحد الصوره ديال الناس راه جلسوا مع رئيس الحكومه، بزاف على، والناس كيموتوا بالجوع في الحوز وفي جبال تارودات مهمشين. لكن ملي كيشوفوا كتلقى الناس جايين وداك الشيء، علاش؟ لان كاين الماكله وكاين مسمان وكاين حشومه اننا نفقر الشعب المغربي، ماشي انا اللي كنقولها، تقارير ديال مندوبيه التخطيط، نفقروا شريحه كبيره من الشعب المغربي باش نهار نحط ليه مسمنه، نهار نحط ليه 4000 ريال، نهار نحط ليه شي بسطيله، ماشي غادي يصوت عليا، غادي يصوت عليا ويعبدني وما عرفش غيدير عليا. حشومه هذوك المناظر ما بقيناش بغينا نشوفوهم. عرفتوا ملي كنتكلم على الطبقه السياسيه، واحد المحاميه غير هاد اليومين هادي حطت استقالتها من الاتحاد الاشتراكي، وقالت لهم بان التزكيات باش المرشح ياخذ تزكيه من الحزب يطالب باداء بين 140 و 160 مليون. تصوروا معايا، وانا كنت تكلمت لان تكلمت مع واحد السياسيين وجبدوا لي هذا الموضوع، وجبتها في احدى الفيديوهات ديالي، بان كاينين امناء عامين اللي هما اختصوا في بيع التزكيات. ملي كيقربوا الانتخابات التزكيات 140، كاين تزكيه ديال 500، كاين ديال 400، واش الشمال واش الجنوب هذا، وكيشريو ولا كيبيعوا التزكيات وكيجمعوا الملايير وكيديروها في جيبهم. هادو المكاتب السياسيه امناء عامون والمكاتب السياسيه ديال بعض الاحزاب السياسيه، هذه كارثه، هذه مصيبه. على ملي جات هاد السيده محاميه كانت عندها الشجاعه باش تحط الاستقاله وصيفطات رساله استفسار للاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الاشتراكي يعني الشقر هدد بان سيقاضيها وغادي هذا، قال لك لا الاشاعه. دابا واش هاد المصيبه ديال التزكيات و200 و300 و400 واش ما غاديش يتم البحث فيها، واي امين عام ثبت انه ولا شي مكتب عضو مكتب سياسي كيشد الفلوس ديال التزكيات غادي ننزلوا عليه وغادي نصيفطوه امام القضاء. اي واحد كيشري تزكيه ب 140 مليون ولا 400 ولا 500 ولا 300 شفار غادي يمشي للبرلمان وغادي يحاول هذيك ال100 ولا 200 اللي عطى يدخلها 10 المرات ولا اكثر. استسمح لي، ما كيقنعوش بالمليار وجوج وثلاثه الملايير. ومني كنتكلم على الملايير وكنتكلم على المظلات كما ديال زينه إدحلي، غنتكلم لكم على زكيه الدريوش. زكيه الدريوش هذه كاتبه الدوله مكلفه بالصيد البحري، وكانت مع اخنوش لما كان وزير الفلاحه. زكيه الدريوش مكلفه بالصيد البحري منذ 21 عام. الصيد البحري بحارنا خوات من الثروه السمكيه، نهبت الثروه السمكيه ديالنا، قطاع غادي الافلاس
الا ما نقولوش افلسه. هادي واحد اليومين كندوي مع واحد الرئيس ديال احدى البواخر تصيد في اعلى البحار، وراه هما دابا جيت الداخله. قال لي يا رضا كنلوحوا الشبك وما كنطلعوا حتى حاجه، كنطلعوا الحوت الصغير. كنعيطوا لديالنا زعما المسؤولين ديالو، راه عندي ما كاينش ما كاين والو، خاويه الدنيا، اللهم ندخلوا ونبقى نخسروا المازوت ونخسروا الماكله د البحاره، وهذا اشنو غنديروا؟ وغاجيب اللي كان، يعني غادي يحصدوا داكشي اللي صغير. وملي قلت ليه وملي غندخلوا المرسى في اكادير كي غديروا داكشي الصغير كي غديروا؟ قال لي داكشي الباترون هو اللي كيتكلف به. فهم اللي بغى يفهم، فهم اللي بغى يفهم. ميناء اكادير وممارسات غير مقبوله، نهب للثروه السمكيه. هاد زكيه الدريوش اللي كنتكلموا عليها دابا هزوها من الرباط لان سيدي اخنوش قال لهم بغيت تقدم في اكادير، وانا نفسر لكم علاش وغتشوفوا هاد المهزله الانتخابيه في بلادنا. زكيه الدريوش جابوها لاكادير وصوبوا لها شهاده السكنه، وهذا راه ممنوع قانونيا. ملي كيقربوا الانتخابات تهز شي واحد وتجيبوه، لا جابوها هنايا وصوبوا لها شهاده السكنه. اقليم اكادير يداو تنان، ولا حتى هي من الساكنه ديالنا، مع العلم انها في الرباط وساكنه في الرباط وحياتها كلها هي في الرباط. ما عرفاش يمكن احياء، عدد احياء اكادير ما عرفاهمش. وقالوا لها اجي وغتقدمي في اكادير للبرلمان. علاش البرلمان؟ كتعرفوا عزيز اخنوش شاد بسنانو بيديه ما عتباش برجليه وزاره الفلاحه والصيد البحري، التنميه القرويه، الصيد البحري براسو، المياه والغابات، الميزانيات اللي محطوطين تما لا يتخيل. هذه الاولى. هاد الا طلع شي وزير الصيد البحري من شي حزب واحد اخر اللي ما عندوش علاقه مع الاحرار وفتح دي زونكيت بحث على داك الشيء والتسيير وهذا، اولا في الصيد البحري عرفتو في اكادير وفي الداخله شحال من واحد غادي يمشي للحبس. هذاك الشيء علاش كيترعدوا وخاصهم هذاك الصيد البحري يبقى تحت امره الاحرار وما يقرب ليه حتى واحد. شنو غنديروا؟ غادي ننزلوا بالثقل ديالنا حنا الاحرار وغنجيبوا زكيه الدريوش. زكيه الدريوش اللي فشلات فشل ذريع، انا ما غاديش نقول شي حاجه خايبه اخرى، فشل ذريع في تسيير هذا القطاع. زكيه الدريوش اللي اليوم خصنا نهزوها ونحاسبوها ونسالوها ونجيبوها امام اللجنه البرلمانيه مستقله. ملي كنقول مستقله ما عليها ضغوط ما حتى حاجه، وتصنت لها وتجبد لها هاد 20 عام. لما نتصنتوا لها نهزوا داك الملف ونعطيوه للقضاء. زكيه الدريوش خصها تكون امام القضاء على تسييرها السيء لهذا القطاع. اشنو غادي يطرا؟ زكيه الدريوش جبناها الاقليم اكادير دوتنا، صوبنا لها شهاده السكنه، غتقدم في اكادير. زكيه الدريوش بعد غدا الاربعاء غتكون في امسوان. ناضوا وليداتها ماشي ولادها، وليداتها، يعني الناس اللي في صالحهم وبناو الثروه ديالهم على زكيه الدريوش في قطاع الصيد البحري، غادي ينوضوا يتحركوا الفلوس صحيحه، غادي ينوضوا يجمعوا البحاره، غادي ينوضوا قال لك كيوجدوا ليها في امسوان واحد اللقاء تاريخي اللي غادي يحضروه البحاره الحلقه الضعيفه في هذا القطاع كامل. البحاره هم الطبقه المسحوقه في هذا القطاع كامل. غادي نعاودوا نهزوا البحاره وغادي ناخذوا البؤساء منهم، الناس مساكن اللي هذا، وغادي نقاولوهم راه غنديروا لكم وغنهزوهم وغنديوهم للامسوان. وغادي باش يكون قال لك لقاء جماهيري بامكانيات ماليه كبيره. هذا اللوبي هذا مول الفلوس اللي عندنا في اكادير وكاين في الداخله كيدير ما في جهده. خاصنا زكيه الدريوش تبقى، خاصها ما تقاش ولا شي واحد ينعت فيها بشي اصبع الاتهام. راه الا طاحت زكيه الدريوش مشينا كاملين. راه الا جا شي حزب اخر لوزاره الفلاحه والصيد البحري مشينا كاملين. يعني هاد الناس قابلين يجبدوا ملايين الدراهم، الى ما بغيتش نقول ملايير،
غير زكيه الدريوش ما تقاش، وزكيه الدريوش غندعموها وغنديروا ليها العراسيه والناس غتصفق. وهذا لذلك غنشوفوا بعد غدا شكون هاد الشريحه د الناس اللي غادي تحضر في هذا اللقاء ديال زكيه الدريوش. هذه الاولى. شنو البروفايلات ديال هاد الناس؟ واش غنجمعوا الناس بؤساء مساكن مزعطره عليهم وغنقول لهم هاكو غنقاو لكم بشي عشاء ولا شي غدا فاعل ترك، هاكو شي بركه وسيروا تما عافاكم، بغينا التصفيقات وبغينا عاش سيدي عزيز وبغينا عاش زكيه الدريوش. وزكيه الدريوش هي المنقذه ديال قطاع الصيد البحري. شوفوا الامور كيفاش كتدبر في بلادنا. عزيز اخي النوش يمكن الا مشات ليه هذه الوزاره هذه غيسكت ليه القلب. تكلمنا على الاحرار، ايوا الاصاله والمعاصره، الناس ديال امسوان ساخطين على حميد وهبي، والناس ديال الاصاله والمعاصره في جهه سوس ماسه ساخطه على حميد وهبي وعلى التسيير ديالو. كيقول لك ما كيجاوبناش، كيهمشنا، كيدير فينا بحال القطيع. المقربين لحميد وهبي في الحزب ما كيجاوبهمش حميد وهبي في التليفون، مخليهم. خلال 5 سنين حزب الاصاله والمعاصره لم يعقد اجتماعات في 2021 22 23 24 ما اجتمعوا، ما كانش عندهم اصلا مقر، ويلا واحد المقر صوبوه وداك الشيء محتشم، ولا شي لقاء ولا حتى حاجه. كيفاش غنديروا قاطعه مع بحال هاد الناس هادو ومع هاد الاحزاب هادو؟ واش ماشي مصيبه؟ دويت لكم نهار السبت على خو حميد وهبي، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المثير للجدل، ما دار والو في تارودانت، اخفق في تسيير تارودانت. اليوم جاي يكذب عليهم كذبه سياسيه. انا خلال 5 سنين كنت كنحاول نفهم تارودانت شنو الخصاص ديالها. لما كان جاي يتقدم انتخابات في 2021 جاب لهم برنامج انتخابي، يعني راك ضابط تارودانت وعارف الخصاص ديال تارودانت شنو هو. كيفاش اليوم جاي وكتقول لهم انا 5 سنين وانا كنحاول نفهم شنو هو الخصاص ديال تارودانت، شنو خاص تارودانت، وفهمت بان تارودانت خصها تمويل، ولذلك تقدمت الانتخابات باش نكون رئيس الجماعه. وخلال هاد ال5 سنوات انا مشيت كنترافع كرئيس جماعه باش نقلب على الفلوس، والحكومه مشكوره عطاتني شي ميزانيه. يعني ما كنضحكوا. طبقه سياسيه ما عرفتش هاد الناس كيفاش كيبان لهم الشعب المغربي قاطع. جلاله الملك احدى الخطب ديالو كيقول لك انا ما كنثقش في الطبقه السياسيه، فما بالكم بالشعب. الطبقه السياسيه هادشي راه قالوا هذه سنوات. الطبقه السياسيه نوضوا ديروا الانتقاد الذاتي، نوضوا عاودوا صلحوا دوك الاحزاب ديالكم، عاودوا صلحوا الخطابات ديالكم، شببوا القيادات ديالكم وبداو وانطلقوا انطلاق من جديد. جلاله الملك دوا هنا، الاحزاب السياسيه كاينه هنا. الاحزاب السياسيه عندنا دايره بحال لي زومبي، خاشي راسها تحت الارض، ميته لا كلاص، وكتسنى حتى يقربوا انتخابات وتعاود تفيق من جديد. ما غاديش نعمم على الاحزاب السياسيه، كاين حزب ولا جوج هما اللي ناشطين، هما اللي محركين ناشطين سياسيا، هما اللي كانوا لقاءات وهذا وتأطير ودورات هو اللي بقى. ما كاين غير الله يعطيك الصحه. وكيبان ليا واتمنى ان لا يتحقق ذلك اصحاب الفلوس عاوتاني. هما 2021 الناس مشاو الاحرار، دابا سمعوا التراكتور والاشاعات اللي كدور هاد الايام. الاشاعات كدور بقوه ان من الفوق راه بغاو حزب الاصاله والمعاصره هو اللي ترأس الحكومه وكل شيء. كنتكلم على حزب، مع العلم ان جلاله الملك ما عمره غادي يقبل هذه الهضره هذه. جلاله الملك رجع اللور وقال لهم انتخابات بغيناها تكون نزيهه، بغينا الناس تمشي تصوت، وهذا الشيء راه كيقولوا هو في هذا. وزاره الداخليه، وزير الداخليه براسو قال بان الانتخابات المقبله راه حنا غادي ناخذوا الغوكول المواطنين وهذا مزيان. شكون اللي كيروج لهذا الشيء؟ راه من الفوق راه بغاو. وكيفاش ناضوا ناس ديال الاحرار وتكبوا في الاصاله والمعاصره.
هذا واحد الجانب. كيفاش ان المقرب من اخنوش وخو زينه ايد حلي اللي هي الفتاه المدلله لعزيز اخنوش واللي هي برلمانيه سابقه بدون حصيله وغتقدم عاوتاني للبرلمان، غادي يدخل ولا سينتمي الى حزب الاصاله والمعاصره. واتكلم على النجم اللي هو شريك اخنوش في افريقيا غاز. واش هذا انشقاق كبير في الاحرار؟ واش الناس تابعين المصالح ديالهم؟ كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. كاينه شي حاجه في هذه الطبقه السياسيه اللي ما مفهوماش. نقزوا كاملين الاحرار، اليوم كينقزوا كاملين التراكتور، غدا ما علم الله فين غادي ينقزوا عاوتاني. افسدوا المشهد السياسي في بلادنا، كلشي كيضحك علينا. واللي كيعجبني هو ملي كيكون شي مؤتمر ديال شي حزب كيجيبوا الحلفاء ديالهم من الدول الاوروبيه. واخيرا شفت كاع شي وحدين من السويد. تصوروا معايا نشد شي سويدي غير مواطن عادي ونحاول نفسر ليه المشهد السياسي في بلادنا، غادي يشد راسو ويقول لك لا بزاف، غير الله يعاونكم خليني نمشي في حالتي وما تعاودش لي هادشي. تنقاص الترحال السياسي في اطار الميركاتو الانتخابي، البسطيله 4000 تصفاق. المهم الله يدير شي تاويل الخير. بقات لينا 4 أسابيع للانتخابات. الله يرحم لكم الوالدين. الا ما بغيتوش نعيشوا التعاسه اللي عشناها هاد ال5 سنين، الا بغيتوا ما نعيشوش المأساة اللي دازت على الشعب المغربي وعلى المغرب، احنا قدام واحد المرحله حيويه لبلادنا وللمواطن المغربي. 23 شتنبر 2026 الانزال الجماعي للتصويت في الانتخابات. اصوتوا سيدي على الاشخاص الا ما همكمش ولا ما عرفتوش ولا ما قنعكمش البرنامج السياسي ديال شي حزب، نمشي نصوت على فلان كنثق فيه ونتبعوا ما بعد الانتخابات. ملي كنقول نتبعوا، انتقاد البناء اش درتي وعلاش وكيفاش، وهذا ما نعطيش شيك على بياض. راه حنا اليوم امام واحد الفتره انتقاليه، يا غنزيدوا لقدام يا غادي نديروا هذاك التعاسه اللي عشنا هاد ال5 سنين الاخيره كنجبدوها بلا ستيك، وغادي نكونوا رهائن عند الحكومه المقبله. غادي نشوفوا ماشي غير سبته، غادي نشوفوا اكبر وبكثير من قضيه سبته المحتله اللي طرات هاد الايام. لذلك سيروا صوتوا عافاكم، سيروا صوتوا. ما بغيتيش تصوت على الحزب، صوت على الشخص. مهم ننزلوا نصوتوا كاملين. الله يدير شي تاويل الخير. ولكن هاد السياسيين وهاد الشيء اللي كنشوفوا هاد الايام امر غير مقبول، امر غير مقبول. انا عطيتكم دابا غير امثله بسيطه هكا في جهه سوس مسا عندنا، وراه بحال هنا غتلقى المغرب كله غرق بهذا الفساد، بهذا الركود، وعاد كيفيقوا هاد لي زومبي وهذا الشيء ما مفهومش. ولكن كما كنقول ديما غادي نبقاو متفائلين، غنبقاو متفائلين، وان شاء الله خير لهاد البلاد والمغاربه كاملين. الله يسر اموركم والله يجعل اياماتكم كلها افراح ومسرات.